اهلا بيكم في حلقه جديده من هويه بيزنس. حلقه النهارده مهمه جدا. لو انت بتفكر تعمل بيزنس، لو انت بتفكر ايه اللي ممكن يساعدك عشان البيزنس بتاعك يكبر، تختاره على اساس ايه، فالحلقه دي عشانك. ومعانا النهارده مروان نصار. ازيك يا مروان؟ ازيك يا صوفي، اخبارك ايه؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. طيب مروان، النهارده حلقتنا مهمه جدا وبتخاطب اي حد عايز يعمل بيزنس بتاعه. انا النهارده عندي افكار كتير، انا مشتت، مش عارف اختار انهي فكره، مش عارف اختار على اساس ايه. يلا بقى بينا النهارده يا مروان نتكلم ازاي ممكن تختار ازاي فكرة. ممكن اختار الفكره. اوكي يلا بينا، قولي بقى. طيب فكرتي دي اعمل فيها ايه الاول؟ عشان تقدر ان انت تختار فكره، محتاج ان انت تختار فكره بناء على 3 معايير اساسيه. بس قبل ما اقول ال3 معايير احب اقول مش لازم تختار فكره. امال اعمل ايه؟ تشتغل عند حد عنده نفس اللي انت عايز تعمله. خليني اقول لك حاجه. يلا بينا. هنتكلم ان انت عايز ازاي تختار، وازاي ان انت تقدر تقارن ما بين الافكار، وازاي تعمل كل ده. بس قبل كده دايما بنحب ان بيبقى فيه معتقدات ما بحبش ان انا امشي فيها قوي، اوكي؟ او مش هو المعتقد الوحيد اللي لازم تعرفه. انا لو دلوقتي عندي فكرة معينة او عندي طموح معين، افضل حاجة ممكن اعملها من وجهة نظري ان انا اشتغل في شركة كبيرة بتقدم نفس الطموح، او عندها نفس البيزنس ايديا، او عندها نفس الاتجاه اللي انا عايزه. هتلاقي معظم الانتربرينورز الشطار اللي موجودين دلوقتي هم خريجين كوربريت. اوكي. هم اتخرجوا من كوربريت، اتخرجوا من شركات قوية، شركات عندها سيستم، هم اتعلموا منها حاجات كتيرة جدا. اوكي، سواء بقى في البيزنس بتاعهم او في الايديا بتاعتهم او في الفكرة بتاعتهم، او حتى ممكن ما لهاش علاقة بالفكرة، بس اتعلموا منها سيستم، اتعلموا منها يعني ايه HR، اتعلموا منها يعني ايه فاينانس، اتعلموا منها يعني ايه L&D، اتعلموا منها حاجات كتيرة قوي. فانا شايف انت لو دلوقتي ما عندكش فكره، فما تقعدش تضغط على نفسك انا محتاج ان انا يبقى عندي فكره، محتاج ان انا عندي فكره، ده الناس كلها عندها افكار وانا ما عنديش افكار. كل الناس اللي حواليا عندهم افكار وانا لا. انا شايف ان يعني في دراسات كتير وفي ارقام كتير بتقول ان الناس اللي عندها افكار وبتبدا الافكار ناس كتيره اكتر من 60% منهم بيفشل. بس خليني اسالك سؤال هنا. لما حد بيبتدي فكرته او بيبتدي عند مع كيان اخر، بيبقى عندهم دايما الخوف، والخوف ده حاجه في المايند سيت يعني. انه ما انا ممكن ادخل الكوربريت وانسى نفسي بقى في الكوربريت ده. انا مش عارف مين دخل وبقاله 20 سنه وما عملش انسى يعني. بتبقى فكره بتربطني طول الوقت. it depends يعني. لو انت داخل بهدف، طبعا بهدف ان انت تفيد الكوربريت دي، وفي نفس الوقت ان انت بتستفيد ان انت تعرف ازاي ممكن الشركات الكبيره تدار، تبقى عارف يعني ايه زي ما انا قلت HR فاينانس، علاقه الناس دي ببعضها، عارف ان انت تقف تعمل برزنتيشن ازاي. كل الحاجات دي هتساعدك وانت بتستارت اب يور بزنس. دماغك هتشتغل، مش بس هتشتغل في المجال اللي انت فيه اللي هو الحته اللي انت تشتغل فيها. لو انت عايز كده، في ناس بتفضل طول عمرهم موظفين بيشتغلوا نفس الحاجه طول العمر طبعا. ولكن انت داخل على اساس ان انا عايز ان انا انمي ماي ممكن بزنس سكيلز بشكل عام. أوكي. مش ماي مثلا ان انا جيولوجيست او ان انا فاينانس او ان انا حاجه معينه داخل فيها بس وهقعد فيها. اتس يور ديسيجن يعني، هو قرارك افتر اول. بس اللي انا كنت حابب ابدا بيه قبل ما اقول ان ازاي تختار، لو ما عندكش فكره، ابسط حاجه ان انت تعملها روح نمي يور بزنس سكيلز اللي انت هتبقى محتاجها عشان تعمل اي فكره. اوكي. فزي ما قلت معظم الناس الانتربرينورز الشطار اللي انتوا هتلاقيهم موجودين على الساحه او غير الساحه هي ناس خريجه كوربريت، خريجه سيستم، ابتدوا في مكان. ايه بقى السؤال بتاعك في الاول؟ السؤال تاني بقى. ازاي نختار؟ ازاي بقى اختار؟ اوكي. انت قلت 3 حاجات، ايه هم ال3 حاجات؟ ال3 حاجات اللي احنا محتاجينهم عشان نختار الفكره. رقم 1 هو انت يعني ايه الفاليوز بتاعتك، ايه القيم بتاعتك. دي كلها حاجه واحده بنسميها الVSP. اوكي. ايه القيم بتاعتك، ايه السترينثز بتاعتك، ايه المواطن القوه اللي موجوده عندك، الحاجات اللي انت بتعرف تعملها، وايه الشغوف اللي موجوده عندك، انت مهتم بايه. يبقى values او قيم. يس VSB values قيم. الP strengths strength او القوه، نقاط القوه اللي عندي. ده والP هو الباشن او انا شغوف بايه، انا بحب اعمل ايه. 3 لازم يكونوا مع بعض. يعني ال3 ما ينفعش ان انا اخد values بس، اخد strengths بس، لانهم كلهم مرتبطين ببعض زي الشجره كده. الvalues هي الروتس صح بتاعتك، اوكي. الجذور بتاعت الشجره هي السترينثs موجوده، مواطن القوه اللي بيغذيها. يعني ليه دلوقتي
ليه دلوقتي واحد كويس في البابليك سبيكينج هتلاقي ان هي عنده فاليو بتربطه بالبابليك سبيكينج. ممكن يونيكنس، عايز يبقى يونيك فطلع بابليك سبيكر. ممكن كرياتيفيتي، هو بيشوف الكرياتيفيتي بتاعته او الفاليو، قيمه الكرياتيفيتي بتاعته، الابتكار وهو واقف على الستيج اند سو اون. اوكي، فهتلاقي دايما السترينجث بتاعنا مرتبط بقيمه كنا عايزين نعيشها وعشناها من خلال تجربتنا ليه موطن القوه ده، فحبيناه فبقينا شاطرين فيه او انا شاطر فيه. السبب ليه دايما ليه انا شاطر في حاجه دايما هترجع لفاليو. اي حاجه فكري فيها كده، اي حد شاطر في الكتابه قولوا له انت ليه شاطر في الكتابه. اصلا سالت ناس كتير على الموضوع ده، احنا عملنا الالاف رواد الاعمال فانا سمعت اجابات برضو رهيبه جدا. انا معتقد ان ممكن ده نتيجه حاجه فبلاقي القيمه بتاعته مختلفه تماما. مثلا سمعت ان واحد بيكتب عشان عنده قيمه الجمال، هو بيبدع في الكتابة عشان عنده قيمة الجمال، هو بيحب الكتابة لأن هو شايف إن الكتابة دي نوع من أنواع الجمال. وبصراحة يعني أنا استغربت، بس في الآخر it's your value صح. it's your decision, it's your feeling، يعني هو إحساسك، وأنا مالي، أنا ماليش علاقة إن أنا أربطه بالمنطق بتاعي خالص. لكن طالما أنت حاسس بيه كده فإتس أوكي. زي النهاردة كده إحنا بنعمل بودكاست عشان خاطر إحنا بنخلق الفاليو بتاعت الهوية، فاحنا بنربط الحاجات ببعض. والفاليو دي ممكن يكون لها علاقه بيكي انت الشخصيه يعني صافي، وليا انا علاقه، يعني ممكن احنا الاثنين بنعمل البودكاست ده، وممكن انت تبقي مثلا مميزه كمذيعه او مميزه كمحاوره، بس اللي مخليكي مميزه كمحاوره لو رجعتيها للفاليو بتاعتك ممكن تلاقي الفاليو بتاعتك مثلا هو الكيوريوزيتي، فضول، فمخليكي دايما محاوره شاطره، وان انا عايز اعمل تاثير، دي حاجه كمان ما بيننا امباكت صح، فهتلاقي ان الفاليو مخليكي تعملي ده بشكل اشطر. اوكي، فده وجهه نظري عن الموضوع، مش موجوده في كتاب، بس زي ما قلت لك هي كلها بزنس براكتسز، وده اهم حاجه على فكره. ما احنا العلم بيجي من براكتسز تقنن عن طريق حاجات كتيره بقى، يعني هي زي ما قلت الناس بتحب هي فلسفه يعني الفلسفه لما الناس بتاخدها وبتحطها على ارض الواقع ممكن بتبقى امباكت. الثالث بقى حاجه هي الباشنز، او الحاجه اللي انت ممكن تشوفها يعني كويسه بالنسبه لك، بس انت شايفه الربط. هو الباشنز دي هي الثمار. لو انت معتمد على الثمار هتفضل ناضجه بدون قوه الروتس الجذور وبدون قوه الفروع، يبقى انت اعتمدت على شيء مش دايم. طبعا صح، يعني طبعا. مفيش تفاحه هتفضل ناضجه بدون النيوترينز او التغذيه اللي بتيجي من الفاليو من السترينثز. فعشان كده تلاقي معظم الناس بتعمل ايه، بتنتقل من تفاحه الى مانجا، وتذبل المانجا وتذبل التفاحه وتنتقل ايه ده من فكره للثانيه. ايوه، انا مش تفاحه، لا انا بتاعت مانجا، لا ده مش بتاعت مانجا، انا بتاعت برتقال، لا مش بتاعت برتقال، انا بتاعت. ليه؟ لانها بتذبل، يعني تدبل مع الوقت. صح. الثمره نفسها بتدبل مع الوقت، وانت بتحس ايه ده، المفروض شغفي لا يعني يفقد بريقه مع الوقت. مين قال كده؟ لو انت ما غذيتوش هيفقد بريقه. واول ما لو بنتكلم على مثال الشجره، اول ما اول تفاحه ده يقع، مش هستنى بقى اللي هيجي تاني. خلاص، ما هو وقع بقى. اول مشكله تواجهني في البيزنس انا وقعت، مش هقوم تاني. فعشان كده دايما عمري ما بقول فاليوز لوحدها، عمري ما بقول سترينثز لوحدها، عمري ما بقول شغوف لوحدها، ولكن الربط ما بينهم هو ده الاساس. طيب حلو. الVSB، فده اول حاجه على بعضه كده. انت بتحاول تشوف تسلكت الايديا اللي فيها الثلاثه دول مجتمعين. يعني انت لو شاطر في البابليك سبيكينج كويس، دي ممكن فكره تبدا ان انت تحطها، يعني ممكن ترتقي ان هي تكون بزنس ايديا. لسه ما قلناش ان هي بزنس ايديا، ترتقي. اوكي، ممكن انت كويس في الطبخ مثلا، او الانترست بتاعك طبخ مثلا، ترتقي ان هي تكون بزنس ايديا، ترتقي مش بزنس ايديا. اوكي، فدي اول حاجه، الكومباينيشن ما بين الفاليوز والسترينثز والباشنز. ميك سنس؟ makes perfect sense. طيب لو انا بقى جبت ورقه وقلم وكتبت كل الحاجات اللي فيها السترينث بتاعتي، الفاليوز بتاعتي، الباشن بتاعي، وطلع عندي about 20 ideas، 20 فكره. اختار منهم ازاي؟ خليني قبل ما اقول لك نختار، في كمان جزء وانت بتطلع الفكره نفسها. يعني الVSB دي كان كلها واحده، ماشي، في كمان 2 معاهم، اللي هم ايه؟ اللي هم البروبلم. اوكي، والله لو انا عندي الVSB بتاعي جامده قوي، وعندي مثلا حاجه مش لاقي لها مشكله عند الناس تتحل بيها،
ملهاش امباكت بقى. enjoy it. اوكي ملهاش امباكت. حاجه بتدي لك انرجي enjoy it. يعني مش هتتعامل عليها بزنس اوكي ولكن لازم الفي اس بي بتاعك يرتبط مع كمان مشكله موجوده عند طبقه معينه من الناس قادر ان انت تحل لهم المشكله بتاعتهم من خلال الفي اس بي بتاعتك. طب وخليني اسالك سؤال هنا. المشكله لو انا شخص عادي جدا ببتدي بزنس على سكيل مش كبير وعايز اعرف المشاكل، هعرف المشاكل دي ازاي؟ بحاجات بسيطه بقى، يعني هسيرفي الناس اللي حواليا، هسال الناس اللي حواليا، هكتب على السوشيال ميديا، شات جي بي تي، هسال تشات جي بي تي، هبص على نمبرز وارقام ودراسات موجوده. يعني في حاجات موجوده في ايدينا كلنا بغض النظر عن حجم البيزنس وحجم الانفستمنت او الفلوس اللي معانا نقدر نفهم بيها كور المشكله او اصل المشكله فين 100%. وده الحاجه الثالثه وده العنصر الثالث اللي هو الاندستري ترندز، ان انت تو ريسيرش الاندستريز اللي موجوده حواليك. صح. فهو لينك ما بين الثلاثه دول. اي غياب واحد فيهم هيؤثر على البروبابيليتي، احتماليه ارتقاء الفكره ان هي تبقى بيزنس. لو شلنا الفي اس بي بتاعتك فانت هتعمل حاجه ليها ممكن انفايرمنت وليها ترند وتقدر تحل مشكله بس مش هتكمل فيها لانها ما فيهاش من قلبك، ممكن ما تعرفش تعملها. اوكي ما فيهاش السترينثز بتاعتك. فكرة حلوة جدا بس أنا مش شاطر فيها. مش شاطر فيها وما بحبهاش. وما بحبهاش بس هي فكرة خطيرة. بس أنا ما بحبهاش. مش هتروح في حتة. ممكن تروح تبيعها لحد تاني يعني. صح. حد تاني يعني. ما تخسرهاش بس ما تعملش. تبيعها لحد تاني. أيوة والله أنا لو عندي الفي اس بي بتاعتي وشفت الاندستري ترند بس أنا مش شايف مشكلة. الناس هتشتري ليها ليه؟ يعني الناس ما بتشتريش حاجة هي مش عايزاها، وخاصة في الوضع الاقتصادي اللي احنا عايزينه. الاحتياج بيبقى لازم يكون عالي. اوكي وهكذا. فالثلاثه دول مجتمعين بيبقى عندك البروبابيليتي ان الفكره دي ترتقي ان هي تكون بزنس ايديا. كنت بتكلم على الاندستري ترندز، فكره انه ما فيش حاجه شبهها، فكره انت بتستعمل التولز اللي موجوده حواليك عشان خاطر تنجح بفكره البزنس بتاعك. فكره بره الصندوق زي ما بيقولوا. بص الفكره مش لازم تكون بره الصندوق، ممكن تكون جوه الصندوق بس بتسهل حاجات مختلفة. يعني مثلا موضوع بدل ما اقف لاين كبير انت لخصت لي كل حاجه. طبعا. فالفكره مش مشكله ان هي تكون يعني بره الصندوق قوي، بس ممكن تكون جوه الصندوق بس بره الفكره، بره النطاق. يعني بتسهل حاجات عند العميل. عندهم برضو مشكله جوه الصندوق بس مش عارفين ان هم يحلوها. طيب تعالى بقى نكمل، نرجع لسؤالنا. تعالى نرجع لسؤالنا. ايه هم لو انا عندي افكار كتيره ايه هي الحاجات اللي انا منها اقدر ابني او اختار الافكار من الافكار بتاعتي دي فكره مشروع؟ 6 حاجات. اوكي اول واحد فيهم معلش هعيده تاني هي الفي اس بي. اوكي الفي اس بي بتاعك انت هنقول كمان ال6 حاجات دي تعمل عليهم مقياس من 0 ل 10. اوكي كل واحد من 0 ادي رقم من 0 ل 10. اكتب ورانا بقى في ورقه وقلم كده اللي مروان بيقوله، اكتب الكويستشنز وقيم كل حاجه من 0 ل 10. يعني قيم كل فكره. يعني انت هيبقى عندك مثلا 3 افكار، فانا هاخد الفكره الاولانيه همررها على ال6 مقاييس دول، وكل مقياس هدي رقم من 10 للفكره دي وهقول ايه هم. هيطلع لك رقم من 60 لكل فكره. شوف الرقم الاعلى يبقى هي دي الفكره اللي ترتقي ان انت محتاج ان انت تنفذها. ومهم هنا حاجه بنقولها دايما في الاسسمنتس، ما تحطش الرقم اللي انت بتطمح اليه ولكن حط الرقم اللي الواقع بتاعك الحالي. فيه الله ينور. الواقع الحالي بيقول ايه. فما حدش هيشوف الورقه دي غيرك، فمهم جدا كده to be honest مع نفسك عشان خاطر الفكره فعلا يبقى لها تاثير ويبقى لها امباكت اكبر. طيب يلا يا مروان خدنا بقى ثرو ال6 بوينتس. احنا اتكلمنا الاول على اول بوينت، تاني بوينت. اول بوينت هي الفي اس بي، ان انت بتحاول تشوف رقم من 10 يعني قد ايه هي قريبه للفي اس بي بتاعتك. صح كده. تاني بوينت هي فكره الامبورتنس، قد ايه ان هي مهمه بالنسبه لك. يعني هل الفكره دي مهمه بالنسبه لك ان هي يتم تنفيذها على ارض الواقع ولا مش مهمه قوي؟ ف0 من 10 قد ايه ان هي مهمه بالنسبه لك، مش بالنسبه لحد تاني، بالنسبه لك انت مهم ان انت تطبقها ومهم ان انت تشوفها على ارض الواقع. اوكي الحاجه اللي بعد كده هي فكره البروفيتابيليتي، قد ايه الفكره دي ممكن تربح، ودي ممكن تعرفها عن طريق ان الناس اللي موجوده حواليك. شوف الفكره دي، اقرا عنها اكتر، شوف الكومبيتيتورز اللي موجودين، شوف مين اللي بيشتغل فيها، هل كلهم بيستراجل ولا في ناس منهم ناجحين. فالبروفيتابيليتي بتاعتها قد ايه، او فكره لو انت عملت بيزنس موديل ممكن يدخل لك ربح نسبيا قد ايه، مش لازم رقم صحيح يعني ولكن نسبيا قد ايه.
بعد كده الجزء اللي بعديه هي السكيلابيليتي، قد ايه ان انت ممكن الفكره دي تنتشر. زي ما احنا قلنا ان في اي حاجات كتيره اندستري ترند ممكن دلوقتي الحاجه اللي ليها علاقه بالتكنولوجيا بتنتشر اسرع من الحاجات اللي ملهاش علاقه بالتكنولوجيا. صح جدا. فازاي ممكن الفكره بتاعتك او مين من الافكار هتبقى سكيلبل اكتر، تقدر ان هي تنتشر اسرع. اوكي، فدي برضو واحده من الحاجات. بعد كده عندك اللايف ستايل. مين من الافكار حابب ان انت تعيش اللايف ستايل بتاع الاندستري دي؟ بمعنى اوكي، يعني لو في شخص حابب ان هو يخش مثلا مجال الكوره وعنده فكره حلوه قوي في مجال الكوره مثلا، هل انت حابب تخش مجال الكوره ده، تقعد مع الناس دول، تقعد مع المعلقين والمحللين وتطلع مش عارف في كذا؟ هل انت حابب تعمل، هل انت حابب الوسط ده؟ يا ترى الفاليوز بتاعتهم شبه الفاليوز بتاعتك ولا لا؟ الله ينور عليك. فاللايف ستايل بتاعتك هتبقى مختلف. انت شايف انت اللايف ستايل بتاعك شكله عامل ازاي؟ مثلا حد تاني مثلا كان بيلعب مثلا لعبه معينه، بيحب مثلا الهيب هوب دانسينج مثلا، ماشي، واحده صغيره بتحب الهيب هوب دانسينج اند سو اون، بس لو كملتي على اللايف ده هتبقى عامله ازاي؟ ايه اخره اللايف ستايل ده؟ حتى لو عندك فكره رائعه، ايه اخره الهيب هوب دانسينج؟ هتعملي ايه؟ هتوصل لغايه فين او هتوصل لغايه فين؟ فهل انت حابب اللايف ستايل دي او ذا فيوتشر لايف ستايل اللي انت هتعيشه ده ولا لا؟ صح. It's very important. صح جدا. yes. صح جدا. الحاجه اللي بعد كده هي الريسورسز اللي موجوده حواليك. مين من الافكار بتمتلك التايم والماني بالاضافه الى البيبل اللي ممكن يسهلوا لك ان انت تعمل يعني الفكره دي اسرع؟ لان انت لو ما عندكش الريسورسز دي، مثلا انا محتاج ان انا اعمل المصنع او فكره مصنع بشكل ما، مصنع بيعمل حاجه معينه، بس المصنع ده محتاج وقت عشان ادور، مجهود، محتاج طبعا بيبل عشان اقدر ان انا اعملهم. ممكن يكون عندك، بس عندي فكره تانية ان انا اعمل محل بيعمل حاجه معينه بشكل معين، حاجه فيها فيوتشرستيك لوك اند سو اون. ده ممكن يكون اقل مجهود، اقل انفستمنت، عارف الناس اللي هتسهل لي الموضوع ده، فالفكره بتاعت المحل هتبقى اسهل نسبيا من الفكره بتاعت المصنع. صح. اوكي. صح. فدي الارقام اللي احنا بنتكلم عليها، او دول الست حاجات اللي احنا بنتكلم عليها. لو انت قدرت ان انت تعمل الحاجات دي كلها، وهيطلع لك رقم من 10 رقم من 10 لكل واحد، صح. ورقم من 60 لكلهم. فهتشوف الرقم من 60 ده خدت 50 من 60. الفكره الاولانيه 50 من 60، الفكره الثانيه 30، الفكره الثالثه مثلا 40، فأم 50 كسب. اوكي. والبوينت بتاعت الوقت متهيألي مهمه جدا جدا، لانه الوقت هو زي ما انت بتقول كده التنفيذ على حسب الفكره. لو انا النهارده بشتغل في كوربريت فور اكزامبل، ما عنديش وقت كتير، فممكن شكل تنفيذي الوقت اللي انا باخده اقسم الجول الكبير او الفكره الكبيره دي into small chunks، اجزاء صغيره تتلائم مع الوقت. فمش لازم الوقت دايما، لان دي الكلمه اللي كلنا بنسمعها، انا ما عنديش وقت، انا ما عنديش وقت. وطول ما انا ما عنديش وقت فده ريسورس مهم مش موجود، فانا مش هعمل حاجه في حياتي. لا، انا ممكن اقسم الجول الكبير قوي لجول صغيره على الوقت اللي عندي وابتدي، بدل ما افضل طول الوقت متضايق ان انا ما عنديش وقت. 100%. في مقوله مشهوره يعني اعتقد لتوني روبنز بتقول ان انت محتاج ان انت تكون ريسورسفول قبل ما تدور على الريسورسز. صح جدا. يعني محتاج عقليه، تبقى عندك شخص قادر على صناعه الموارد، ريسورسفول، قبل ما تدور على الريسورسز. لان زي ما حضرتك قلت يا صافي، كلنا ما عندناش وقت، ولكن في ناس بتلاقي وقت، في ناس بتخلق وقت، في ناس بتخلق وقت. كلنا بنعيش في نفس الظروف، بس في ناس قدرت ان هي تستفيد من الظروف، صح. او تستثمر في هذه الظروف، او تقول لا للظروف، او تتحدى الظروف بشكل ايجابي. ففكره ان الريسورسز موجوده مهمه عشان تعمل بيزنس، بس الاهم من ده ممكن ما حطيناهاش، بس ما اكيد هنتكلم عنها في حلقه، وهي عقليه رياده الاعمال. طبعا. طيب تعالى نكمل الرحله سوا. عندي افكار كتير، خلاص عرفت اختار منهم انهي فكره، وبدات البيزنس بتاعي. في حاجه معينه بقى ممكن بيها اقدر اقيم انا واقف فين؟ 100%. انت محتاج بعد ما يعني اخترت فكره معينه، وحته هنا مهمه جدا، لو انت مثلا طلع مثلا 50 وطلع 51 من 60 وطلع 52 من 60، ما تقعدش بقى تختار وتحتار انا اعمل اي حاجه بقى. ابتدي بقى يعني يسموها ايه يعني بيك رابت، يعني اختار بقى، يعني اختار ارنب واجري وراه. بس انت لو شفت ارنبين خلاص مش عمرك ما هتوصل لحاجه يعني. فبيك رابت يعني.
فحاول ان انت بس تختار فكره وتتوكل على الله، لانك انت عملت كده اللي عليك. فالفاضل ان انت تعمل MVP اللي هو يعني حاجه بتدل ان الفكره بتاعتك اللي انت حطيتها بتحل حقيقي مشكله عند الناس، وتشوف هل الفكره اللي انت قلتها او المنتج او الحاجه اللي انت عملتها بتحل حقيقي مشكله عند الناس ولا لا. خلي الناس بقى تجرب. هنا هتنزل على الارض وتجرب MVP او minimum viable product، فحاجه صغيره بحيث ان انت بس تجرب تاثير الفكره بتاعتك في المشكله. ومن هنا بتبدا تجمع فيدباك من الناس، بحاول ان انت تطور من المنتج الاولي اللي انت عملته. في دي مهمه جدا. في ناس بتسكاب الحته دي وبيبقى عنده لا انا هشتغل وانا عارف انا هعمل ايه. مهم جدا حته التطوير او حته ان انت تتست في الاول قبل ما بتنزل. فحته MVP مهمه جدا، وتجميع الفيدباك من الناس بقدر الامكان عشان تضمن ان المنتج بتاعك في الاخر بيحل مشكله. لانه لو ما حلش مشكله فانت فقدت جزء كبير من فكره البيزنس. زي ما احنا قلنا، احنا كنا دايما بنقول، واعتقد الناس لاحظت ان هي ترتقي ان هي تكون بيزنس ايديا. انا قلتها كتير قوي، ترتقي. أيوة، لان انا ما فيش بيزنس ايديا اسمها دي بيزنس ايديا، ان انا عندي فكره فدي بقت بيزنس. لا، ترتقي البروبابيلتي اوف سكسس. حتى واحنا بنحفر ابار بترول مثلا، او الناس بتحفر ابار بترول، مفيش حاجه اسمها احنا ضامنين هنا يعني ده بير منتج. مفيش حاجه اسمها بير منتج، في حاجه اسمها probability اوف سكسس، احتماليه نجاح. احتماليه النجاح بتاع الحاجه دي. برافو عليك. فكل ما انا عملت الريسيرش بتاعي افضل، كل ما كانت احتماليه النجاح مش النجاح، احتماليه النجاح. اوكي. فعشان كده الMVP بيسمح لك ان انت ترتقي باحتماليه نجاح الفكره بتاعتك. اوكي. فبعد ما يكون عندك الMVP وجربته، فبتبدا بعد ان انت تعمل سكيلابيليتي، ان انت بتسكيل شويه، مش سكيل فظيع بس سكيل شويه. تبدا ان انت تجرب. طب اجرب ازاي؟ انا محتاج بقى ممكن فلوس. ممكن في ناس بتتجه الى very small business او minor businesses، بتبدا ان هي تمولها من المدخرات بتاعتها الشخصيه او من نتيجه عندها يعني اصدقاء ودي حاجه كويسه طبعا. لازم تكون الشراكات دي مكتوبه ومعروف النصوص بتاعتها، بس مش هنخش في الموضوع ده دلوقتي. بس هي فكره ان انت يبقى عندك يعني تقدر ان انت تجمع الفلوس بتاعتك. لو انا مش معايا فلوس وما عنديش حد يديني فلوس، يبقى الحاجه الثانيه تبقى تروح لانفستر. اوكي. لما تروح لانفستر هيبقى محتاج ان هو طبعا هو انفستر. ده معناه ايه؟ ان هو بينفست الفلوس بتاعته. لما ينفست الفلوس بتاعته ده معناها ان هو عايز يشوف الريتيرن اون انفستمنت. هيسالك شويه اسئله، محتاج ان انت قبل ما تروح له يكون عندك اجابات الاسئله دي. وده الMVP بتاعك هيسمح لك ان انت، والMVP بتاعك اللي انت ممكن تعمله على فتره، انا ما قلتش شهر شهرين 3 شهور، لان كل اندستري ممكن تكون مختلفه عن الثانيه. يعني بس تحس ان نجاح بالفكره او الفكره عندها في بريق نجاح. تقدر تستخدم الديتا دي لاي حد عايز ان هو ينفست في الشركه بتاعتك. الارباح حققناها كذا، والله في عندنا الماركت شكله كذا، السكيلابيليتي، كومبيتيتورز قد ايه، دي المشكله بتاعتنا، ده البروبلم، ده السولوشن اللي احنا بنقدمها. لازم ابقى مذاكر كويس شركتي من الاخر او فكرتي مذاكرها كويس عشان اقدر ابيعها بقى لحد تاني وبارقام، لان هم دايما هيسالوك في ارقام. ودي ممكن ان احنا نعمل عليها حلقه تانية، هي فكره ازاي الانفستر بيفكر، عشان انت لما تيجي تفكر تبقى انفستر جوه الشركه بتاعتك، يعني تفكر بعقليه الانفستر جوه الشركه بتاعتك. ودي من الحاجات اللي انا اتعلمتها. يعني عندي اكتر من حاجه، بس من الحاجات الاساسيه اللي احنا يعني من اللي انا شغال فيها، ان انا بشتري وببيع ممكن شركات عن طريق برضو فينشر كابيتالز اند سو اون. ففي من الحاجات المهمه جدا بيقول لك وانت بتعمل الشركه بتاعتك جهزها للبيع. ازاي اجهزها للبيع؟ اجهز ارقامي. برافو عليك. ان انت دايما ارقامك تكون حاضره، ان انت عايز تبيع حتى لو مش هتبيعها، بس دايما بتجهزها للبيع. لو حد هيجي يشتريها انا هبيعها له ازاي؟ وانت حتى لو انت مش ناوي تبيع بس بتجهز الشركه بتاعتك للبيع، دايما هتكون اب تو ديتد بالارقام بتاعتك. فلو انت ما عندكش زي ما احنا قلنا فلوس، فبتروح لانفستر، بس الانفستر ده هيبقى محتاج يشوف شويه بيانات. فحاول وانت بتشتغل ان انت تجمع الارقام دي من خلال الMVP او من خلال البرودكت الاولي اللي انت هتعمله. وده هيسمح لك ان انت لما تروح لاي انفستر تقول له والله بناء على البيانات دي انا بطلب منك الانفستمنت الفلاني. ودي ممكن زي ما قلت نعمل حلقه ليها خاصه. حاجه ممكن قبل ما نختم بيها، ان اي انفستر ما بيدورش فقط على سلايدز شكلها حلو. على عكس هو بيبقى اصلا يعني هو عدى عليه اصلا سلايدز كتير قوي. هو بيشوف مين اللي بيدي السلايدز. ولو سالتي معظم الانفسترز هيقول لك انا بشتري الشخص قبل ما بشتري الفكره. لان مين هينفذ لي الفكره؟ هو ممكن حضرتك اللي هتنفذ الفكره،
فانا لو ما شفتش عندك ديسيبلين، ما شفتش عندك انتظام، انضباط، الفي اس بي بتاعتك بتتكلم وانت بتتكلم عن الفكره، يعني الامبورتنس. عشان كده وانت بتختار الفكره، اختار فكره تقدر ان انت تبيعها، مش لانك بياع، لانك حابب ان انت تشوفها على ارض الواقع من خلالك، مصدق في فكرتك. اوكي. فهو بيشوف الشخص هو مصدق في فكرته وقادر يباك اب المعلومات دي بديتا، بحاجات كتيره قوي. ومن ده بيبتدي يختار متهيألي 100%. اوكي. انا شايفه ان دي معلومات عظيمه، وشكرا جدا ليك يا مروان. احنا النهارده اتكلمنا على البيزنس، افكارنا نرتبها ازاي ونختارها ازاي، نقيمها ازاي، ونبتدي بقى يلا دلوقتي نتحرك نخلق هويتنا. وشكرا ليكم.